هو محمد مجدي قفشه لو كان جاب الكوره في الدقيقه 77 الانفراد كان زمان دلوقتي تعادل مع نادي الزمالك وريحنا كاهلاويه. الله يسامحك يا قفشه. ولا الكوره اللي جت في العارضه في الشوط الاول، حرام عليك يا قفشه. الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري 1-0 ويتصدر قمه الدوري العام برصيد 43 نقطه للاسف، وهيجي لنا نقطه. احنا كاهلاويه زعلانين طبعا. الف مبروك اخواتي الزملكاويه. اخوكم هيثم كروي سلماي. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من حال الكوره وسينما مع بعض يا جماعه. لو عجبك الفيديو دوس لايك، والله مش هتخسر اي شيء. واصحابنا في التيك توك خش على اللينك بتاع اليوتيوب ويشتركوا معانا في قناه اليوتيوب. وكمان اليوتيوب قال يشارك في القناه مجانا. ولو حبيت الخير لغيرك بامر الله الخير هيجي لك كده كده. اشتركوا معانا في قناه اليوتيوب. طبعا نادي الزمالك غلب المباراه الثامنه على التوالي. غلب النهارده الاتحاد السكندري 1-0 وتصدر قمه الدوري العام برصيد 43 نقطه. يا وطبعا يعني الاهلي في المركز الثالث وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 40 نقطه لكل منهما. فطبعا النهارده يا جماعه الماتش كان حلو قوي، خصوصا الشوط الاول كان في حاجه غريبه حصلت. يعني ينطرد في الدقيقه تقريبا 34 لاعب الاتحاد السكندري، وانا كهيثم كنت زعلان قوي، مش عايز الاتحاد يعني ينقص منه لاعب. وبعدها قد كان الحمد لله رب العالمين في الدقيقه 45 بعدها ب 10 دقائق يطرد هاف ديفندر خط الوسط اللاعب محمد شحاته وتتساوى الكفه. والجون بيجي برضو سبحان الله في الشوط الاول في الدقيقه 11 من كروس ممتاز قوي. رفعه حلوه من فتوح احمد فتوح على دماغ ناصر منسي يحطها في اخر حته في الجون. صراحه هي صعبه. الحق يقال على محمود جنش. والشوط يعني بين الشوطين تحصل تغيير انا ما كنتش حاببها. واعتقد ان كابتن معتمد جمال كان غير موفق فيها ان هو يسحب قوي عبد الله السعيد بدري. سحبه بدري قوي وعمل تبديله مكانه. نزل خط وسط حد اخر. ولكن يعني التكتيك ده ما كانش ينفع. كان افضل ان هو ينزل يشيل بدري قوي شيكوبانزا، لان شيكوبانزا يا جماعه كان دون المستوى وفي منس باص منه والجبهه بتاعته مخترقه ما كانش بيدافع تماما. كان يطلع شيكوباندا وينزل احمد ربيع بجوار عبد الله السعيد ويرحل احمد فتوح ناحيه الشمال بجوار بنتايك. كان هيبقى افضل بكتير يا جماعه من التغيير اللي هو عملها دي، عشان عبد الله السعيد كان هيظبط وسط الملعب بجوار احمد ربيع. ولكن ده ما حصلش. ولكن نادي الزمالك يا جماعه يعني لعب ماتش يعني شغال لا باس به. وطبعا الدوري المصري بيشتعل فيه سسبنس وفيه اثاره قوي. قمه الكومبيتيشن يعني منافسه غريبه السنه دي بين الاهلي والزمالك وبيراميدز على الدوري العام. ودي من نوادر الكره المصريه صراحه. يعني الثلاثه فوق بعض 43 نقطه. الزمالك متصدر وراه بيراميدز والاهلي 40 نقطه. فطبعا يعني النادي الزمالك في حاجه حلوه قوي وغريبه بالنسبه لي ان هم بيلعبوا بجرينتا ورجوله وصول روح عاليه قوي. والعكس صحيح عندنا في النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني الموسم ده مش عاجبني حتى لو اخذ الدوري. انا ما اكونش مقتنع قوي انه يكون حتى لو اخذ